ان سيدنا الامام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه كان مشهور عند القوم بقى انه مفتي يعني يستفتى في الشيء فيجيب عنه، لدرجه ان سيدنا عمر نفسه يقول قضيه ولا ابا حسن لها، يعني قضيه معضله وما فيش ابو حسن يفكها لها خلاص. وكان يستعيذ من انه يوجد في حته ما فيهاش علي، لان علي كان بيطلع من مآزق كتير بالفتيه بتاعته. فالامام علي مشهور بانه بيفتي كويس، فالناس عرفوا عنه هذا فقالوا يا سيدي بيجيب الكلام ده منين؟ ما يلا نعمل له لغز ونتفق كلنا دي احنا اهل فكره اهو، ونجيب له قضيه كده ملخبطه نشوفه هيخرج منها ازاي. فقعدوا قالوا الكون ده واسع. ايوه يا سيدي واسع، وفي حاجات كتير قوي وفي حاجات اقوى من حاجات تتسلط على حاجات. قال ايوه، طب ما نتفق كده على اقوى الحاجات دي ايه؟ خلق الله كتير اهو. فواحد بص كده قام قال لك يا اخي ما الجبل اهو كل الدنيا بتزول وهو قاعد، يبقى الجبال. قام واحد قال يا اخي لكن احنا بنروح نقطع منه بحته حديده ونكسر منه الجبال، نقطع الحجر بالحديده ونكسر منه ونصلحها برضه في اقوى من الجبل. هم لسه عمالين بيسلسلوا بقى الحكايه دي وعايزين يوصلوا. قال له مين؟ سيدنا علي ماشي. فقالوا له يا ابا الحسن ما اشد جنود الله. فسيدنا الامام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه كانه بيقرا من كتاب ومساله متحضره عنده محضره، بدليل انه عارف الجنود اقوى جنود الله ايه، وعارف اللي اقوى من الاقوى ويرتبهم، وبدليل انه حصر عددهم مما يدل على ان ذهنه اشتغل بها. كان يقدر يقول لك ده كذا لكن كذا فوقه ويقعد يعد من غير ما يحصر العدد اولا. لا، هو بسط ايديه كده وقال اشد جنود الله 10 وحصرهم. يبقى دليل على انه حصرهم وبعدين هيفصلهم بعدين، دليل على انه ايه؟ مذكرهم دول. لو افهمه، لو انه هو قال اشد جنود الله كذا ثم تبين له ان واحد اشد وقال لك كذا يبقى عمال بيسلسل وخلاص. انما يقول لك 10 دي مساله مدروسه بقى. اشد جنود الله ايه؟ 10. وبسط ايده كده. الجبال الرواسي، هم قالوا كده ولا لا؟ لان اول ما يلفت البدوي واللي قاعد في الجزيره ايه؟ ان الجبل ثابت خلاص. اشد جنود الله 10 الجبال الرواسي والحديد يقطع الجبال. يبقى اشد ولا مش اشد؟ والنار تذيب الحديد والماء يطفئ النار خلاص. والسحاب المسخر بين السماء والارض يحمل الماء والريح يقطع السحاب. وابن ادم يغلب الريح، يستتر بالثوب او الشيء ويمضي لحاجته. والسكر يغلب ابن ادم، مهما كان قوي يسكر يترنح ويقع على الارض مش كده؟ والسكر يغلب ابن ادم خلاص. والنوم يغلب السكر والهم يغلب النوم. فأشد جنود الله الهم.